وصفتنا النهارده مش وصفتي، هي وصفة بقى اختي الكبيرة بتعمل كفتة داوود باشا. هسيبكم بقى ايه، هصور معاها. انا كان ممكن تقولي يعني هي محفظاني الطريقة، بس انا بحبها بصراحة من ايديها هي. تعالوا نشوف بقى ايه المكونات بتاعتنا. لحمه مفرومه، نص كيلو لحمه مفرومه. بيفضل ان هي يبقى فيها دسم شويه. ربع كوبايه بقسماط مطحون. بقسماط مطحون. بصلايه حلوه كده، مقاسها حلو، على نص كيلو نعصر منها الميه شويه. كبيرة يعني، بصلاية كبيرة. شويه ورق من الكزبره الخضراء الفريش، بنقطعها كده بس ما يكونش فيها عروق. التوابل بتاعتنا اللي هنحطها هي ملح وفلفل اسود، ولو عندك 7 بهارات تمام، قرفه تمام، ما عندكيش دول، هو الملح والفلفل كفايه جدا. هي بتقول لازم تاخد لفة تاخد كده. لفه عشان تتشمع ونعرف نعملها كور وما تفكش مننا واحنا بنحمرها. ماشي، هنحط عليها ايه نحط بقى؟ عليها النص الربع كوبايه بقسماط اللي احنا طحنينه، والبصلايه المفرومه، رشه يعني ورقتين 3 كده. طبعا الحزمه دلوقتي بقت ما شاء الله صغيره خالص، فاحنا هناخد الورق ونسيب العروق. اللي قلتي عليه. اه ممكن نحطهم كده. يستغنوا طبعا عن ممكن انا مش القرفة. عايزه نلفهم كده، لفه كده حلوه في الكبه. يلا كده بقى ايه، تمام. بصوا هي عايزاها كده. يبقى فيها العرق ده يا جماعه. استني وضحي ايدك. بصوا، شايفين بقت مخططه، بقى فيها كأن فيها خطوط كأن فيها كرات، بس هتلاقيها معاكي بتتشكل بسرعه جدا طبعا، عشان احنا لفيناها في الكبه. لو ما لفيناهاش في الكبه عمرها ما هتبقى كده ابدا. تمام. هنخلص كل الكميه دي ونرجع لكم تاني. كده خلصنا بقى ايه، كرات اللحمه. يلا بقى ندخل على الخطوه اللي بعد. النص كيلو ما شاء الله رمى معانا حبه حلوين جدا. وانا دلوقتي هحط الوok على النار، الطاسه، وشويه زيت حلوين كده، يا دوبك هشوح الكفته فيها يمين وشمال، بس تاخد لون بس مش اكتر. مش ربع كوبايه زيت. ناس بتجيب الكفته بعد ما بتبقى كده وبيقوموا مدحرجينها في الدقيق، ده عادي، ده شغال، ودوت اللي احنا برضه هنعمله دلوقتي ده شغال، الاتنين كويسين جدا. البقسماط بقى اللي حطيتيه تقريبا بيبقى البقسماط بيخليها ماسكه نفسها ازاي، وبعد طبعا التشميع اللي احنا عملناها لها كبه. في الكبه خلاها تبقى ايه، تعرفي تكوريها كده وتخلي شكلها حلو وايه وملساء كده. هنحمرهم ونرجع لكم تاني. طبعا احنا كده خلصنا كل كميه اللي هو التحمير، الكرات بتاعه اللحم. زي ما انتم شايفين مش بنحمرها قوي، بس عشان تبقى ايه ما بتفكش معانا في الصلصه. هنا بقى في نفس الوok او بهريس الثوم. لو الزيت عندك قل زوديه شويه، بس احنا هنكتفي يعني بالكميه دي. خلي هتحضري صلصه الطماطم بتاعتك وتبداي تنزلي بيها على الثوم لما التومه بتاعتنا تبدا ان هي تحمر او تبقى لونها ذهبي. احلى حاجه ان انتي تعملي التومه على طول ورا الكفته، لان هي اصلا بتنزل الجوس كده حلو قوي اول ما ريحه التوم تبتدي تطلع، ما نحمرش قوي يعني، اول ما تبتدي تطلع نبتدي ايه نحط الصلصه بتاعتنا عادي. ننزل بقى بصلصه الطماطم. صلصه نسيب بقى طبعا الطماطم ايه تتسبك. عايزه اقول لكم اختي بتعملها بطريقه تجنن. في بقى فكره كده هي بتحطها. طبعا المفروض الكفته بتاعت داوود باشا دي المفروض ان هي بتبقى لحمه بس، ما بتحطش عليها اي خضار تاني. ولكن طبعا ايه يعني، انا فهمت من اختي ان هي بتحط عليها نوع من انواع الخضار، علشان نظرا يعني للظروف الاقتصاديه وكده. اللي عنده اولاد طبعا اكيد مش هيحط اللحمه بس. هنجيب بطاطس قطعيها الشكل اللي انت عايزاه. انا بصراحه اللي طلبت ان هي تقطعها لي شرائح رفيعه كده زي البطاطس اللي بنحمرها، لكن انت ممكن تقطعيها مكعبات يعني زي ما تحبي. اول ما الصلصه بتاعتنا تبدا تتسبك هنرجع لكم مره تانية. كده بقى ايه، نفتح على الصلصه. بسم الله. هنبدا بقى ننزل بالبطاطس. هي الاول بتقول بتنزل بالبطاطس. هننزل بقى بالاول حاجه البطاطس. هنسيبها بالظبط 5 دقايق او 3 دقايق تغلي كده مع الصلصة، علشان هي
هتاخد وقت شويه عن سوى الكرات اللحم اللي احنا عملناها. نديها تقليبه كده. الله. طبعا لو عايزينها سبايسي تحطوا بقى شطه، احنا طبعا مش حاطينها سبايسي علشان في ولاد صغننين هياكلوا معانا عشان كده حاطين لهم البطاطس كده بقى ايه احنا هنحط خلاص البطاطس كده حطيناها قبلها. غلوه كمان. نحط بقى الايه الكفته، مش هتقعد طبعا كتير، ونديها تقليبه، وهتقعد يا دوبك ايه 3 دقايق. هتحطي ايه بقى توابل ايه الصلصه؟ الصلصه بقى فلفل اسود اهو، ونص معلقه ملح او معلقه ملح وخلاص كده. هنقلبهم هياخدوا مع بعض عشان الكفته طبعا كان ملحها قليل في الاول خالص، حاطين معلقه واحده. تسلم ايديكي. هنبدا بقى نحط ايه. عايزه اقول لكم ان انا كان نفسي اكل الاكله دي جدا، وهي قالت لي انا هعملها لك، تبرعت يعني. نغرف الرز. نبدا بقى ايه جينا بقى للمرحله الايه الحاسمه. هنبدا بقى، حتى النونه الصغننه بتاعتنا بتقول ماما. نبدا بقى نحط الايه الاكله الخطيره دي. تسلم ايديكي. شايفين بقى الاكل وجميل. الاكل بتاعنا جاهز، مش ناقص غير ان احنا ندوق. ونبدا ايه ناخد بطاطس، وطبعا هناخد صوص. انا بس ايه عشان انا اللي بصور، كله طبعا هرب راح ياكل. تعالوا بقى نشوف كده جمال. بصوا الكفته ولا فكت ولا اي حاجه خالص. بصوا اصلا مش عارفه اوريكم اهي، شايفين شكلها خطيره. بكده طبعا هقول لكم تكون خلصت وصفتنا، اللي هي كانت وصفه اختي. بجد تسلم ايديها، طعمها خطير، لازم تجربوها. كده طبعا تكون خلصت وصفتنا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك، ولسه مشتركش في القناه اعمل لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لنا كل ايه جديد. باي باي.